قصة حب من قلبي. سليمان ونعيمة في إحدى القرى الصغيرة حيث تمتزج بساطة الحياة بجمال الطبيعة. عاش سليمان شاب طموح يحمل في قلبه أحلاما كبيرة، ونعيمة فتاة رقيقة كنسيم الفجر تملأ حياتها بالحب والحنان. كان اللقاء الأول بينهما صدفة حين تعطلت عربة النعيمة في طريق السوق، فتقدم سليمان ليساعدها بابتسامة دافئة، ومنذ تلك اللحظة سكنت صورته قلبها دون أن تدري. لم تكن مجرد نظرة عابرة، بل كانت بداية لقصة حب ستظل محفورة في الزمن. حب ينمو رغم الصعوبات. كانت الأيام تمضي، وكل لقاء بينهما يزيد من تعلق قلبيهما ببعض. لكن كما في كل قصة حب عظيمة، لم يكن الطريق مفروشا بالورود. واجهتهما عقبات كثيرة بين تقاليد القرية الصارمة وأحلام سليمان في السفر لتحقيق ذاته. نعيمة بقلبها الصادق كانت تؤمن أن الحب الحقيقي يصمد أمام المسافات والزمن، وكانت تهمس في كل ليلة: إن كان قدري معك فسنلتقي مهما ابتعدنا. أما سليمان فقد وعدها أنه سيعود يوما ليكمل الحكاية، ولكن القدر كان يخفي مفاجآت لم تكن في الحسبان. لحظة القرار بعد سنوات من الفراق، عاد سليمان بعدما حقق أحلامه، لكنه لم يكن يعلم ما ينتظره. وجد القرية كما تركها، لكن قلبه كان يبحث عن شيء واحد: نعيمة. سأل عنها، بحث في كل مكان، حتى أخبره أحدهم أنها تنتظره كل يوم عند شجرة الزيتون العتيقة حيث كانا يلتقيان قديما. هرع إليها، وعندما التقت أعينهما من جديد أدركا أن الحب الذي عاش في القلب لا يموت، بل يزهر من جديد. في تلك اللحظة أدرك سليمان ونعيمة أن الحب ليس مجرد كلمات تقال، بل وعد يحفظ في القلب إلى الأبد. النهاية أم بداية جديدة؟ هكذا كتب القدر لسليمان ونعيمة فرصة جديدة ليعيشا معا قصة حب لا تنتهي، لأن الحب الصادق دائما ما يجد طريقه مهما طال الانتظار. هل تؤمن أن الحب يمكنه الصمود رغم البعد والظروف؟ شاركنا رأيك في التعليقات.